السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا النهارده احنا عاملين غدانا محشي مشكل، بتنجان على فلفل على كوسة، الفراخ بطريقة جميلة هتعجبكم بإذن الرحمن. تعالوا نشوف احنا عملنا الصينية الجميلة دي ازاي. يلا نخش على البوتاجاز ونشوف احنا هنبتدي في ايه الأول. اول حاجة هنبتدي فيها ان انا هخدع على المحشي. عندي هنا شوية زيت حطيتهم في الحلة، وكان عندي ده حته ليا، بشرت حته صغيره كده بتخلي طعم المحشي جميل. الليا او يعني حته ليا حته دهنه بتخلي طعم المحشي جميل قوي قوي. بشرتها. وكان عندي حوالي كيلو بصل ضربته في الكبه. تمام. وهمسك بقى اخد على المحشي، نقلب في البصل لغايه ما تاخد لون ذهبي معايا، مش تاخد لون. انا كان عشان بس الزيت كان قليل فزودت شويه زيت تاني. عندي هنا بقى البصلة اخدت لون ذهبي. هنزل بحوالي راس توم مفرومة كبيرة. انا التوم حتى مجففاه عندي، انا بس بقول لكم ان هي راس، يعني ان المحشي بيحب التوم. فهقلب فيها لغايه ما الريحه بتاعتها تطلع. تمام، ريحه التوم تطلع معايا. ما تخليش البصله معاكي تغمق او تحمر زياده عن اللازم عشان المحشي ما يبقاش عامل حموه على صدر اللي بياكله. اول ما ريحه التوم تطلع معايا هاجي نازله بقى بحوالي كيلو ونص طماطم، لان انا عامله كميه من المحشي. فانتي حطي الكميه طماطم على قد عدد الافراد اللي عندك او على قد الكميه اللي انت هتعمليها. انا نازله هنا بطماطم اهيت حوالي كيلو ونص. انا كنت مجففاها عندي بردك في الفريزر. الصلصه اللي بتبقى خاصه للمحشي دي انا ما بصفهاش من التفل بتاع الطماطم. يا دوبك بضربها في الخلاط وبخليها لوحدها، ما بصفاش. لكن اللي ببقى هطبخ بيها او هعمل بيها اي حاجه تانية دي بتتصفى. فانا بقى سبتها على العين التانية، وهاجي هنا الحله دي انا حاطه فيها ميه عشان هسلق فيها كرنبايه صغيره انا جايباها كده. هحط في الميه شويه ملح وشويه كمون. وبعد كده هقطع الكرنبايه وهسلقها معاكم وهتشوفوني انا بعملها دلوقتي. انا هنا بقى قطعت الكرنب. على فكره انا عامله قبل كده معرفاكم ازاي تقطعوا بردك الكرنب، يعني انا عامله قبل كده فيديو بتقطيع الكرنب، فانا عشان كده مش عايزه اطول الفيديو عليكم. فانا مقطعه الكرنب وهحطه في الحله اهيت. بالنسبه للصلصه انا لسه ما حطيتش اي بهارات خالص ولا ملح ولا اي حاجه. مستنيه لما الصلصه تبتدي تخش في التسويه، وبعد كده هضيف عليها البهارات وهتشوفوها معايا دلوقتي. انا هنا هسلق الكرنب واخلصه، وبعدين غطيت على حله الصلصه. هسلق بقى الكرنب واخلصه، وبعد ما نسلقه نشوف ايه اللي تاني هنعمله بعد سلق الكرنب. انا هنا خلاص الصلصه اتسبكت عندي زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بالبهارات، ملح حسب رغبتكم انتم. عندي هنا فلفل اسود، عندي بهارات فراخ، بهارات محشي سوري. شويه بابريكا، شطه بردك حسب الرغبه، اللي هي الشطه الحاميه دي حسب الرغبه. توم باودر، بصل باودر، بابريكا. كده. كمان يعني لو ما عندكيش توم باودر وبصل باودر، خلطة المحشي بتبقى كافية. شوية حطيت بردك كمون، زي ما انتم شايفين كل البهارات. هقلبها بقى واسيبها مع نفسها خلاص، وهطفي عليها لان هي خلاص اوريدي اتسبكت. فلما تحطي البهارات في اخر بعد ما الصلصه تستوي، هتبص تلاقيها ريحه البهارات موجوده في قلب الصلصه، وبتبقى مخليه ريحه المحشي حلوه. عندي هنا بقى هسلق الفراخ. نزلت هنا حطيت ميه غليت، نزلت هنا ببصلايه 4 تربع، طماطمايه، جزر، فلفل اسود، ملح، بردك مكعب مرق، وحبهان ولورا. هغطي عليها بقى واسيبها تستوي ونشوفها بعد كده. هنا بقى خلاص المحشي خلاص الخلطه بتاعته خلصت اهيت معايا. جبت طبق واسع كبير عشان انا مش هاخد الصلصه كلها، لان الصلصه دي هيتبقى منها. لقيتها كتير فهيتبقى منها. عندي بقى هنا الرز غسلاه ومصفياه. تمام. اديني نزلت بيه، دول 2 كيلو رز. تمام، غسلاهم ومصفياهم. نزلت بيهم. وعندي الخضره برضو، شبت على بقدونس على كزبره. انا بحب الشبت اكتر في خلطه المحشي، وخاصه المحشي بيحب الخضره الكتير. فانا حاطه 2 بقدونس، 2 كزبره، 3 شبت، علشان انا زي ما قلت لكم الكميه عندي كبيره. همسكها بقى اقلبها كلها ببعضها. تمام. هنا بقى هقطع الكرنب. انا هوريكم بس انا بقطع الكرنب ازاي. بمسك الكرنب بعد ما سلقته، اطلع بص كده زي ما انتم شايفين بالطريقه ديت، بشيل العرق ده منه، وباجي ماسكه ورقه الكرنب في ايدي، ضماها، واقطعها على قد الصباع، على قد لفه الصباع. يعني بقسم الورقه على قد لفه الصباع اهي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. فانا بقى هكمل ونشوف بقى واحنا بنلف مع بعض. بصوا هنا بقى انا جبت الخلطه بتاعه المحشي. انا طبعا هقعد في الارض طبعا لان المحشي مش بيتعمل وهو انا واقفه، فانا هقعد في الارض. بس انا حبيت اوريكم قبل ما اقعد بقى طبعا والم الحفله بتاعتي حوالين مني. بصوا الورقه لما قطعتها بقى الصباع بصباعه اهوت.
زي ما انتوا شايفين كده. ما تكتريش الرز في ورقه المحشي، في ورقه الكرنب اسفه، علشان خاطر ما تتقطعش معاكي، وفي نفس الوقت يعني وانت بتسويها ما يخرجش رز منها. بصوا انا وريت لكم انا لفيت كام صباع اهمت، الصباع صغير وجميل اهوت، وسريعه فيه يعني، مش انا مش عشان مسرعه على الفيديو، انا فعلا يعني سريعه في لف المحشي. هنشوف بقى البتنجان والكوسه، وبعد كده اقعد بقى في الارض واعمل الحفله بتاعتي لوحدي. بصوا هنا انا البتنجان مقوراه. والله انا عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل عليكم، بس انا والله فعلا انا عاملاه قبل كده ومعرفه البنات، انا ما بتكلمش على اللي زيي، انا معرفه البنات ان هم ازاي يقوروا. فانا هحشي بقى الفلفل اهوت والكوسه والبتنجان. هجيب بقى الحلل بتاعتي ونشوف الحاجه دي بتترص ازاي، وبعد كده انا بقى اكمل مع نفسي. عندي بقى هنا قلب الكوسه اللي انا قورته، انا ما رمتهوش تمام. في ناس بتاخد قلب البتنجان والكلام ده ما بيبقاش حلو يا جماعه ولا لطيف اصلا مع المحشي. جبت بقى عيدان الشبت تمام، خدتها مسكتها قطعتها بعد ما خدت اللي انا عايزاه من الشبت. العيدان ديت باخدها احطها في قعر الحله كده، بتعمل حمايه للمحشي الخضار عندك، فما بتخلوش يتحرق معاكي، وفي نفس الوقت بيديك طعم حلو. بالنسبه للكرنب اخدت الورقه الخضراء رصيتها في قعر الحله زي ما انتم شايفين بالطريقه دي تمام. في ناس بتقطع طماطم وبتقطع حلقان بصل والكلام ده، فالخضار حاجه غاليه، فانتي الحاجه اللي هتترمي لا استغليها في ان انت تحطيها تحت الحشو بتاعك تمام. فانا الورقه الخضراء طبعا هتترمي، قلب الكوسه بدل ما يترمي لا حرام، بردك عيدان الشبت نفس الكلام، بدل ما هتترمي لا بغسلها وبخليها نضيفه، باجي رصاها في قلب الحله، ولا بتعمل عازل كويس قوي قوي، وفي نفس الوقت النكهه بتاعته بتطلع مع المحشي اهو زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. هرص بقى البتنجان، لان البتنجان الابيض ده هعمله في صينيه مدوره لان هدخله الفرن، والمحشي الكوسه الفلفل والبتنجان الاسود لان انا عامله كميه ده هعمله في حله تمام. انا هنا خلاص خلصت المحشي زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. انا هنا عامله الصينيه دي عشان هتخش الفرن، هسويها شويه على البوتاجاز وبعد كده ادخلها احمر وشها في الفرن. وعندي هنا حله المحشي اللي هو البتنجان الاسود على الفلفل والكرنب زي ما انتم شايفين. عندي الشوربه هنا بتغلي اهيت. كل حله من اللي قدامي بحط طبق وانزل الشوربه فوق الطبق، ليه؟ عشان تنزل على الجناب، ما تطلعلكيش الرز بره الخضار اللي انت حاشياه تمام. بالنسبه للصلصه اللي انا كنت مخليها شويه معايا بالفرشه كده، دهنت وش المحشي من فوق بحيث ان يخلي كمان طعم المحشي حلو. زي ما انتم شايفين. بس الحله ما تكتريش الشوربه بتاعتك عشان خاطر ما تعجلكيش المحشي تمام. فانا بحط يعني ما تخليهاش، يعني تخليها ربع الحله او اقل من ربع الحله علشان خاطر ما تعجلكيش المحشي، خلي عينيكي هي الميزان. نفس الكلام في الكرنب، انا بقى هسقيه وهسيبه يستوي، ونخش بقى على الفراخ نشوف الفراخ هنعمل فيها ايه تمام. بصوا بقى هنا الفراخ تمام. انا عندي هنا الفراخ اللي انا سلقتها طبعا احنا ما بنحبهاش متحمره، فانا همسك الفراخ زي ما انتم شايفين كده ادهنها بزيت. الصينيه دهنتها بزيت، والفراخ نفسها هدهنها بردك بفرشه زيت كده بحيث ان ما يبقاش فيها زيوت كتير. انتوا فاكرين الفراخ اللي انا كنت مقطعاها معاكم اهي عامله معايا المنابات اهيت. همسكها بقى كلها ادهنها بالزيت وادخلها الفرن. والتركيه بقى اللي انا هحطها للفراخ اللي هتخلي طعم الفراخ في حته تانية كانها مش مسلوقه هنشوفها في الاخر. انا هنا خلاص خلصت الصينيه كلها، رصيت فيها الفراخ زي ما انتم شايفين، ودهنتها بفرشه زيت كده اخف من انك تقليها كمان في الزيت. هدخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تخرج من الفرن. التركه اللي انا بقول لكم عليها هنشوفها هنحط عليها ايه بعد ما تخرج من الفرن. بعد ما خلاص خلصتها بالزيت هرش بقى على رشه خفيفه قوي ملح وفلفل اسود ورشه بابريكا تمام. وهدخلها بقى الفرن ونشوفها بعد ما تخرج. بصوا بقى هنا الفراخ وهي بتحمر في الفرن فاتحه عليها الشوايه، مش فاتحه على الفرن، فاتحه عليها الشوايه. مسكت فصين توم هرستهم ومسكتهم خدتهم تشويحه كده على البوتاجاز، وكان عندي شويه شبت على كزبره من خلطه المحشي تمام. شويه شبت بس. خدتهم عودين كده على جنب، مسكتهم دخلتهم مع التوم وقلبتهم تقليبه، والصينيه عندي سخنه، وجيت ماسكه بقى دهنه بيها الفراخ كلها زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لكم طعمها خطير خطير خطير. يلا بقى نشوف الاكل هيتقدم ازاي، والمحشي احنا سويناه هوريكم بردك على البوتاجاز، وبعد كده نشوف بقى الاكل هيتقدم ازاي. اهو المحشي قدامكم اهوت بعد ما استوى. طلعت صينيه المحشي من الفرن. بصوا وشها محمر، الكوسه والفلفل والبتنجان الابيض لازم ياخد لون كده. وهنا المحشي هي بصوا الكرنبات الصغيره. تعالوا بقى نشوف هنقدم ازاي. وادي الفراخ اهي. تعالوا نشوف بقى الاكل هيتقدم ازاي وبالف هنا وشفا. بصوا حبايبي بقى المحشي بعد ما غرفته على الصينيه
بصوا بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، بألف هنا وشفا. بصوا الفراخ شكلها جميل، والمحشي شكله جميل ازاي. ان شاء الله يعجبكم باذن الرحمن. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، والله الفيديو ده تعبت فيه قوي. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، واعملوا لي شير كتير. سبتكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.